من اللي شار عليك وقال لك افتح الشركة؟ والله شوفوا، احنا كل شيء ننسبه بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ولكن يوم كنت اطلع بتصويرات وزي كذا، يوم يعجب الناس القريبين حتى قبل ما يطلق المنتج، وهذا ترى بدأ ب 700 ريال، انا ما املكها، كنت مدرس، انا ما املكها، راتبي قصه اقساط وسياره وشغلات، ودخلت مشروع. وش اللي بدأ ب 700؟ التوابل. بديت ب 700؟ اي اذكر المكان اللي رحنا له في محلات الجمله، قلت لحد اخواني عطني اياها 750 ريال. لكن يعلم الله وانا صادق بكلامي ان شاء الله انه كان يقول لي هذا المنتج ب 35 وفيه ب 55، اقول عطني ب 55 من اول يوم، من اول ريال. هذا ب 20 وهذا ب 75، اقول عطنا 75. والى الان احنا ماشيين على هذه السياسه الحمد لله. واقتحمت هذا العالم. اقتحمت هذا العالم، سويت 50 علبه في البدايه. وبعتهن على من بالبدايه؟ في البدايه حطيتهم في الثلاجه، هذا كله مصور، حطيتهم في الثلاجه وادري كيف ابيع وما ادري الوضع فهمت. فيوم صار في سناب وفي ناس وكنت اسولف كذا والمشاريع، فتحمس وقالوا بعنا نبي نشوف، مشت الامور. فطاقم العمل من كانت العائله طاقم العمل، استعين بعمال من برا، لكن امي وابوي كانوا يلصقون معنا العلب. وقتها ابوي وقتها كان تعبان في جلطه ما يمشي، فكانوا يلصقون معنا العلب مسانده وناسه. الورعان الصغار يسكرون العلب، يفتحون العلب. الكل، اصدقائي، الناس اللي حولي، الشباب عندنا اللي في الحاره، حلو، يوم كنا نبيع كنا نبيع عند الاشارات، كنا نبيع بس ما طولنا، يمكن 3 شهور. حلو، والله كتب رزق. ووقتها حولي اضواء، هل اروح للاضواء على قولتك المدن الرئيسيه والاحتفالات وكذا، ولا اقعد انا بنفسي 16 ساعه عمل يوميا؟ 16 ساعه عمل انا بنفسي قاعد اشتغل. وكان نقاط البيع كانت عند الاشارات. عند الاشارات. تقف انت واخوانك؟ سواء انا واخواني او في اول من باع، وين خالد اول من باع على كابر الصابونه نحط جميل. ايام الصابونه اجل من زمان، من 10 سنين، لا هي قديمه اصلا، كانت قديمه. فكان يعني احنا الان نسولف فيها زي الحلم، وحلم جميل يعني. ذاك الوقت كنت تتوقع انك تصير تاجر؟ ما جاء في ذهنك في لحظه؟ انا من زمان بصير تاجر انا. جبت اغراض من دبي وايام الجامعه، ولعب علي ما انباعت ووزعتها هدايا، يعني مشاريع كثيره اللي سويتها. فلو قعدت الطم واجلس واقول ما في شغل وانا عاطل باطل وما لقيت لي وظيفه، مكانك سر. حلو، لكن كان عندي وظيفتين وطلبت للثالثه، بس ايش، قاعد اكد حقيقه، قاعد اكد 2300 صح، بس اذا جيت المدرسه يمكن طلابي الحين والناس يفهمون، اسوي لها بربقنده على قولتهم، اغير اللوحات من هنا وامسك المقصف وامسك وقت الصلاه وامسك الخلوه، مو من اهتمامي. هذه رساله لكل شاب سعودي، حتى اللي يتوظفون عندي، اقول ترى لا تستبعد تكون مدير المصنع. شلون انت ترتقي بسرعه؟ تعلم كل شيء، امسك كل شيء عشان تساومني انا صاحب الشركه، وانا استانس اذا ساومتني. اذا صرت تعرف كل شيء وانا ما اقدر استغني عنك ولا اقدر اجيب لك بديل، ايوه انت راتبك بدل 5000 يصير 10، يصير 15، يصير 20، بس امسك لي كل شيء، لازم تخليني ما استغني عنك. عرفت؟ وهذه في عالم البزنس والتجاره والوظائف في كل مكان، متى تاخذ ترقيه ومتى تاخذ راتب عالي اذا كنت تستحق. والشاب السعودي يستحق. انا فرد، انا طوبه من جدار كبير اسمه الشاب السعودي والشعب السعودي. فيوم نظرت الحين انتم في الاعلام، في التقنيه، في البزنس، في التجاره بشكل عام، السعودي لا مسك شيء قفله، السعودي يقفل ملف الشيء اللي يمسكه، السعودي يبدا قاعد يبدع ابداع. وحنا اصلا الهامنا هذا وطاقتنا من منهلمنا سيدي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان. فقال السعودي حتى قالوا مشاكل كبيره، قال هذه مشاكل سنبتلعها، وابتلعناها. فالسعودي ما عنده شيء يخسره. وقال السعودي ما يعرف، والله حقيقه السعودي قال انه ما يعرف مصطلح الخوف، ما اتوقع ان عند الشعب السعودي. فاحنا نغامر وتزين، كانت تزين ولا ما زالت بكيفها، وما طاح في فم الفهد جاي على الراح، وما طاح من فم الفهد للحصيني. وانا ربحت مال وان خسرت، انا ما خسرت على اغراض، انا قاعد ابيع لاهلي.